السلام عليكم ورحمة الله تعالى. من حقك كمواطن تسأل ايه اللي حصل في نقابة المهندسين امبارح خلت قناة السي ان ان الامريكية وموقعها الالكتروني، قناة البي بي سي البريطانية، الجارديان، الايكونومست، كل وسائل الاعلام الدولية، الفاينانشال تايمز، كل وسائل الاعلام الدولية وكل وسائل الاعلام العربية كالجزيرة، كقناة العربية، سكاي نيوز الاماراتية، كله خرج يتكلم عن اللي حصل في نقابة المهندسين امبارح. ايه اللي حصل في نقابة المهندسين في مصر اللي خرج ليك عمرو اديب ومحمد الباز ولميس الحديدي وعزة مصطفى على قناة صدى البلد واحمد موسى ونشأة الديهي على قناة تين الاماراتية، زي ما عمرو اديب على قناة ام بي سي السعودية، خرجوا يقولوا لك على تركيا دي الانتخابات ولا بلاش. على فكره انا مش هجيب لك فيديوهاتهم، بس انت تقدر كمواطن بتحب تتفرج عليهم، اذا كنت مواطن بتأيد السيسي ارجع لفيديوهاتهم هتلاقوهم قالوا لك ادي تركيا دي الانتخابات ولا بلاش، انتخابات نزيهه قوي، انتخابات شفافه قوي، احنا بنطالب الشعب المصري بانه ينزل الانتخابات اللي جايه بتاعت 2024 زي ما الشعب التركي قدر يصدر للعالم مشهد ديمقراطي. هي الرساله منهم بيمدحوا اردوغان، الرساله كان فكره ان قال يعني المواطنين ينزلوا على اساس ان صوتك هيبقى له قيمه. طيب بمناسبه ان صوتك هيبقى له قيمه، ايه اللي حصل امبارح في نقابه المهندسين في وسط القاهره؟ نقابه المهندسين اللي بتبعد امتار قليله عن اسم الازبكيه، اللي بتبعد امتار قليله عن دار القضاء العالي، اللي بتبعد امتار قليله عن تمركزات قوات الشرطه بتاعت السيسي، في وسط قلب القاهره. اللي يحصل ده مرفوض ما ينفعش. وانا بقول اللي حصل امبارح في نقابه المهندسين عشان الناس تبقى فاهمه الرؤيه، في نقيب اسمه طارق النبراوي. طارق النبراوي ده نقيب منتخب، فعلا منتخب، لكنه داعم للسيسي، تمام؟ وفي هناك لواء جنرال داخل نقابه المهندسين اسمه اللواء يسري عبد الله الديب. يسري عبد الله الديب، يسري ده لواء جنرال تبع القوات المسلحه، كان مهندس في القوات المسلحه، ولما خرج على المعاش طبعا اشتغل في يعني هو عضو نقابه اصلا، فدخل بقى في جو الانتخابات والكلام ده كله. ايه الخلاصه؟ حاول اللواء يسري ده اللي هو كمان عضو مستقبل وطن، حاول ان يسيطر على النقابه مره اتنين تلاته خمسه، ما ينفعش. كل ما يدخل انتخابات يسقط، وانت عارف العسكر لو دخل انتخابات بحريه قصاد دبه من دواب الارض، الدبه اللي على دواب الارض دي من زوايا الاربع تنجح والعسكري لا، فبيلجأوا لايه؟ لفكره اللي شفتوه امبارح في الانتخابات في نقابه المهندسين. قال لك هنعمل دعوه لسحب الثقه، واحنا كلواءات جيش لنا علاقات في المهندسين بتوع وزاره النقل، هنجيبهم في عربيات واتوبيسات تبع وزاره النقل يتشحنوا وينتخبونا، ولنا علاقات كلواءات في وزاره الري، هنجيب المهندسين بتوع وزاره الري نشحنهم في اتوبيسات يأيدونا. عملوا كده بجد على فكره، وخرجت الفيديوهات او الرسائل اللي امام حضراتكم اللي من داخل الجروب اللي متواجد فيه اللواء يسري الديب. بالمناسبه اللواء يسري الديب ده السيسي معينه مشرف عام او رئيس هيئه البنيه التعليميه. يعني ايه؟ يعني لما يبقى في مدرسه عايزه تترمم او حاجه عايزه تتعمل، هو اللي بيوقع على المصاريف. عشان كده اللواء يسري الديب ده ملياردين من المليارديرات، زي كامل الوزير، اللي هو كامل الوزير راح انتخب يسري الديب في انتخابات امبارح. طيب الخلاصه، رغم اللي عملوه والحشد بالاتوبيسات وجاب الناس من كل ناحيه وعملوا عراقيل امام المهندسين بجد اللي هم رايحين ينتخبوا النقيب الاخر خالد طارق النبراوي، رغم كل ده نجح طارق النبراوي بفرق الاصوات ده، وفريد الديب اللي هو تبع الجيش وتبع العسكر وتبع حزب مستقبل وطن جاب الاصوات دي 1000 وشويه. طيب يسلموا بقى بالنتائج، سلم بالنتائج واطلع افرح وشماريخ ودنيا وهيصه والكلام ده كله. قال لك لا، هنعمل المشهد اللطيف اللي انت شفته ده، اللي هو بتاع ايه؟ جابوا ناس دخلوهم، ناس خارجه عن القانون وكده، دخلوهم نقابه المهندسين. ايه السؤال؟ دخلوا ازاي نقابه المهندسين؟ وانا بقول لك تبعد عن اسم الازبكيه امتار، تبعد عن دار القضاء العالي امتار، موجوده في قلب وسط القاهره، في مكان كله تمركزات للشرطه، مفيش دبانه بتعدي غير ما بتتفتش. دول وصلوا المنطقة دي ازاي؟ يبقى قوات الامن اللي سمحت ليهم، وقوات الامن اللي حشدتهم، وقوات الامن اللي فتحت لهم المجال، فدخلوا عشان يتلفوا اصوات الناخبين. طيب اصوات الناخبين ليه يا عبد الرحمن؟ ما انت بتقول في نتيجة وده جاب وده جاب وده نجح. طارق النبراوي نجح،
طارق النبراوي اللي هو مش تبع حزب مستقبل وطن. لكن اللقطه فين والمشهد؟ اللقطه ان القضاء او اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات لم تعلن رسميا النتيجه. يعني ايه؟ يعني النتائج اللي ظهرت واللي قالت ان طارق النبراوي فاز باكتساح هي نتائج اوليه، لم تعلن اللجنه القضائيه النتيجه. فتخيل تركيا اللي هو اعلام السيسي زي ما قلت لك في بدايه الفيديو عايز الشعب ينزل ينتخب زي الاتراك، تخيل تركيا اللي فيها ما يقرب من 60 مليون ناخب تم فرز الاصوات في 6-7 ساعات، واعلن اردوغان رئيسا لتركيا، وخرج اعلام السيسي يقول لك انتخابات شفافه، في حين ان 28,000 صوت مر عليهم ما يقرب من 14-16 ساعه اللجنه القضائيه مش راضيه تعلن النتيجه. ليه؟ عشان جالها اوامر من امن الدوله مباشره ما تعلنش النتيجه لو لصالح طارق النبراوي. طب لو لصالح طارق النبراوي هنعمل ايه؟ اخري النتيجه، اخري علشان خاطر هنجيب ايه؟ رجالتنا. ما هو كل نظام له رجالته. ازاي؟ النظام الديمقراطي بيبقى له رجالته اللي بيفقهوا في الديمقراطيه، والنظام بتاع السيسي بيبقى له رجالته اللي بيدخلوا كده ايه؟ لنقابه المهندسين. دول رجاله السيسي على فكره، دول اللي لو في يوم من الايام نزلنا نقول يا حريه دول اللي هيظهروا لك. ليه؟ دول رجاله النظام. ما هو النظام بتاع السيسي درجات، في رجاله في الجيش، وفي رجاله في الشرطه درجه ثانيه، وفي رجاله في القضاء درجه ثالثه، وفي رجاله في الاعلام درجه رابعه، وفي رجاله درجه 5 و6 بقى اللي هم هؤلاء بقى اللي هم العينه اللي حضراتكم شايفينها دي. فحشدوهم ودخلوهم نقابه المهندسين علشان يتلفوا الاصوات. يقوم يسري الديب اللواء الجنرال لما يروح يقدم طعن على النتيجه، الطعن يقبل. ليه؟ ما احنا قضاءنا نزيه وشامخ. هيقبل ازاي؟ لان الاصوات اتلفت قبل ان يتم اعلان النتيجه رسميا. مين بقى اللي عمل كده؟ حزب مستقبل وطن اللي هو حزب الاغلبيه داخل مجلس النواب. على فكره حته القضاء ده ممكن تقول لي يا عبد الرحمن انت لا ده مش انت بتقفلم، انت يا عبد الرحمن اخواني بتقفلم. اقول لي ما عليك على حاجه، النائبه البرلمانيه مها عبد الناصر خرجت سيبك من فيديوهات، اقول لحضراتكم سيبك من الفيديوهات بتاعت الناس اللي دخلوا وخدوا الصناديق وعملوا والشغل اللي يوريك نظام السيسي. الفيديو بتاع النائبه اللي حضرتك هتسمعه دلوقتي هو الخلاصه كلها. ليه اللجنه القضائيه في نقابه المهندسين اصرت اصرارا شديدا تاخر اعلان النتيجه، لدرجه ان النائبه البرلمانيه مها عبد الناصر خرجت تقول لهم اعلن النتيجه يا سياده المستشار عشان اللي بيحصل ده ينتهي بالشكل ده. سياده المستشار اللي يوقف سياده المستشار اللي يوقف المهزله دي انك تعلن النتيجه. سياده المستشار لو سمحت سياده المستشار، انا نائبه في مجلس النواب وبقول لك المفروض ده موقفك الاخلاقي انك تعلن النتيجه. ما اعلنش النتيجه المستشار رغم ان النتيجه ظهرت قدام منه من المغرب لغايه الساعه 10-11 بالليل ما اعلنهاش. علشان اوريك بس ده النظام اللي بيخرج يقول اللي مخرج عمرو اديب ونشأة الدين وكل اراضيشه الاعلاميه يقول لك تعالوا يا شعب عشان ننزل نسطر ملحمه اسطوريه من الانتخابات الرئاسيه زي ما حصلت في تركيا. قسما بالله نظام عبد الفتاح السيسي بعيدها تاني. لو حاجه الدواب نزلت قصاد السيسي انتخابات الدبه هتنجح وعبد الفتاح السيسي لا. لكن حقيقه انا كعبد الرحمن على المستوى الشخصي عادي جدا المشهد اللي حصل في نقابه المهندسين. ايه ده؟ مش مستغرب خالص جدا ولا اي حاجه تماما. ليه؟ لان هذا المشهد يليق بالسيسي. ده ديدنه هذا النظام اللي بيقول لك الشعب اختاره. ما قدروش يستحملوا انتخابات في نقابه المهندسين. مع احترامي الكامل للمهندسين، نقابه لا تسمن ولا تغني من جوع من الوضع الراهن اللي بتعيشه مصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. نقابه مهندسين نقابه عاديه ما قدروش يستحملوا ان يكون فيها حريه، فقال لك حريه لا لما يكون في انتخابات كبيره رئاسيه بندخل بالدبابه. طب لو انتخابات نقابه على القد قال لك لا دول بنجيب لهم رجالتنا اللي السيسي اصدر لهم العفو الرئاسي. كل ما يخرج واحد من السياسيين بعفو رئاسي يخرج قصاد منه 2000 من الناس التانية بقضاياهم اللي هم الناس اللي خارجة عن القانون، اللي هم بيعتبروا جند من جنود السيسي في المشاهد اللي شفناها في نقابة المهندسين. وهي دي القصة كلها. السلام عليكم.